نظمت اتحادية الكونفدراليات الرياضية الإفريقية الأوكسا أمس السبت بالقاهرة حفلا تم خلاله تكريم 11 هيئة وشخصية رياضية إفريقية من ضمنها المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. وجاء تكريم المنتخب الوطني لكرة القدم بجائزة أفضل منتخب وطني لكرة القدم بالقارة الإفريقية نظير لإنجاز التاريخي غير المسبوق الذي حققه أسود الأطلس خلال نهائيات بطولة كأس العالم 2022 بعدما بات أول منتخب إفريقي وعربي يصل إلى الدور نصف النهائي. وتسلم الجائزة التي قدمها وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي السيد حمزة الحجوي النائب اللاول لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قال السيد الحجوي إن تكريم المنتخب الوطني المغربي بجائزة أفضل منتخب إفريقي من طرف اتحادية الكونفدراليات الرياضية الإفريقية جاء عن جدارة واستحقاق على اعتبار أن المنتخب الوطني مثل القارة الإفريقية في هذا المحفل الرياضي العالمي أحسن تمثيل ببلوغه المركز الرابع في نهائيات هذه البطولة. وأضاف أن الإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم خلال مونديال قطر 2022 كان ثمرة للسياسة الحكيمة لصاحب الجلالة. وقال إن هذا التكريم يكتسي أهمية كبيرة على اعتبار المكانة التي تحتلها المملكة على الصعيد الأفريقي. وتوج بجوائز الأوكسايد كل من وزارة الشباب والرياضة المصرية كأفضل خدمة للرياضة الأفريقية، والليبيري جورج ويا كنجم نجوم كرة القدم الإفريقية العالمية، والسنغالية فاطمة سامورا الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم كأفضل شخصية رياضية نسائية في إفريقيا، والجنوب إفريقي سام رام سامي رئيس الاتحاد الأفريقي للسباحة كأفضل إدارة رياضية في القارة. كما تم منح جائزة أفضل نادي إفريقي للأهلي المصري، وأفضل اتحاد إفريقي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وأفضل رياضي إفريقي للسنغالي ساديو ماني، وأفضل رياضية إفريقية للتونسية أنس جابر.